السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي مرات اخوها من ساعة ما اتجوزت وهي بعد مامتها حماتها يعني، وبتقول بعداني انا وماما بتشتكي ان كان اخويا مسافر، بس طول ما اخويا موجود بتعزمنا كل شوية وهي كويسة معانا واحنا كويسين معاها مفيش مشكلة. بس دلوقتي ربنا كرمها وحملت. في بداية المشاكل اول ما اتجوزت قبل يعني ما اخويا راح يتقدم لها، قالت لا انا مش هقعد في بيت عيله، برغم اللي فيه شقته موجوده، واخويا قال مفيش مشكله وجبنا لها شقه بره. وما زعلت، بس قلنا ايه خلاص ادام هو عايز وكده مفيش مشكله وهي كويسه. دي اول حاجه. بعد كده لما اول ما اتجوزت اخويا قعد شهرين وراح مسافر، قالت لا مش هقعد في شقتي، هقعد عند امي. فماما قالت لها حابه هنا وحابه هنا، قالت لها لا انا مرتاحه كده. فبتقول خلاص، بقت تتصل بينا من حين لاخر تسال علينا وساعات نعزمها ومفيش مشكله. بعد كده ربنا كرمها وحملت، كل ما تروح عند الدكتور تاخد مامتها واحنا لا، وماما لا، وماما زعلانه. بتقول رحت قلت لها رحت قلت لها يا فلانه معلش خدي ماما معاكي وانتي رايحه عشان بتزعل. قالت لها لا لا عيني والله ليه، ده انا ما بحبش اتعب. قالت لها لا هي ايه عايزه تروح معاكي وتفرح كده بحفيدها وايه وخديها معاكي. قالت لها خلاص ماشي. قلت له فعلا ما خدت يعني ما حصلش، ما خدتهاش. بعديها بشويه نزلت هي ومامتها جابوا هدوم البيبي، برضو ما خدتهاش. هي في التليفون بتقول يا ماما مثلا حصل كذا كذا، انا خدت ماما ونزلت جبت كذا. فبتقول ومش عايزه اقول له اتصل باخويا عشان ما يحصلش مشاكل. وانا لفت نظرها كذا مره ماما بتزعل، انت متجاهلاها خالص. بتقول بتقول امي بقى بتقول طب هي حتى دي دلوقتي لما تيجي تولد مش هتاخدني برضو معاها وهتفاجئ ان هي ولدت، ما حضرش ولاده حفيدي كده الاولاني. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ اقول لاخويا مثلا نبه على مراتك تاخد امي معاها، ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفه. انا لفت نظرها كذا مره وهي برضو على موقفها، فانا مش عايزه اعمل مشاكل، بس في نفس الوقت امي زعلانه. هي البنت كويسه معانا واحنا كويسين معاها مفيش مشاكل وحنينه وما زعلناش، بس امي حاسه ان هي بتتجاهلها. وفي نفس الوقت مش قادرين نتكلم، خايفين نقول لاخويا يحصل مشاكل، وانا مش عارفه اراضي مين وما راضيش مين. وفي نفس الوقت مش عايزه اتكلم عشان ما يقولوش ان انا بقوم الدنيا. هي ما فيهاش حاجه يعني، بصي ممكن هي تكون البنت مش عايزه تتعب مامتك فعلا، وفي نفس الوقت ان انا ماليش كلمه عليك اقول لك تعالي ولا روحي ولا ده ولا ده. مامتك تتصل بمامتها وتقول لها وانتوا رايحين انا عايزه اجي معاكم بس خلاص. لكن انا اقول لك تعالي وانت مالكيش مزاج او مش عايزه تقولي بتقول كاني ولا ماني، ممكن تكوني واخداها كده. فانت اقول لها قولي اتصلي بيا ورني على يوم كذا اللي انت رايحه فيه وانا هكون عندك بس، وشوفي هتعمل ايه. وهو كلميها مثلا قولها يوم الولاده استحاله طبعا هتروح من غيركم. بتقول يعني ما هي حقها برضو تحضر ولاده حفيدها، وهي مش هتشيلكوا على دماغكم يعني، هتروح المستشفى وخلاص. بس مفيهاش مشكله يعني، ولا تقولي لاخوكي ولا تعملوا مشكله ولا اي حاجه، هي بسيطه. ويعني ما اصلا مفيش مشاكل تعملوا مشاكل من الهوا. انا مش عايزه اتعبكم خلاص، بس انت ماشي من حقك، ماشي انت مفيش مشكله. بس ممكن انا مش انا اللي اقول، انت اللي تقولي لي اعرضي عليا، يمكن انت مالكيش مزاج ولا حاجه بسيطه يعني ان شاء الله، مش قصه يعني. لكن انت تقولي لاخوكي ما تعمليش مشاكل عشان اخوكي بقى هيروح يعمل مشكله معايا، وما تقوليش لامي ليه، ما تروحيش لامي، ما تنسيش لامي ليه. لا يبقى بلاها خالص، انت منك لمامتها او منك ليها هي شخصيا. وانتوا قلنا ايه رايكم في الكومنتات ايه، والسلام عليكم في فيديو جديد ولايكات بقى، والسلام عليكم.